الكشري المصري من أشهر الأكلات الشعبية عندنا هنا في مصر، وتقريبا الكل متفق على حبها وعشقها، مع إنها في الأصل أكلة مش من التراث المصري، بس احنا ضفنا لها التاتش المصري، حاجة كده في مكان لوحدها. حتى لما أي حد بيزور مصر وبيجربها بتتولد قصة حب بينه وبين الكشري المصري، لأنك بتاخد معلقة ورا التانية ومش عارف تشبع. ميكس رهيب كده متفهموش. هنعمله النهاردة بالطريقة الأصلية اللي هي كل حاجة لوحدها، لأنه بيبقى أطعم بكتير من كشري الحلة لوحده عن تجربة. أنا صباح مجدي، متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار بوصفاتي الجديدة، وأتمنى تقولوا رأيكم تحت في الكومنتات بالوصفة، وإذا كنتم كمان من عشاق الكشري المصري ولا لأ. يلا بينا نسمي الله ونبتدي نشوف أول حاجة معانا ايه. اول حاجه هتكلم عليها واللي هو الكشري ما يحلاش الا بيها وهي البصل. هعلمك ازاي تعملي شويه بصل مقرمشين حتى لو باتوا لتاني يوم. اول حاجه هجيب كميه من البصل واقشرها كويس، ممكن تقطعيه على البلانشة بالطريقه دي وبعدين تفككيه كده من بعضه، او طبعا ترجعي للطريقه الاصليه اللي هي طريقتي المفضله. هنقطعه بالشكل ده لان هو بيبقى اسهل بكتير واحسن بكتير. لو تلاحظوا ان انا استخدمت البصل الصغير لان بتبقى نسبة السكر فيه اعلى وبقى مسكر اكتر. وما ننساش هرجع برضو افككه كله كده من بعضه، احاول ان انا مرفعهوش قوي علشان ما يمررش معايا ويتحرق وانا بقليه. هعمل بقى خطوة مهمة، هجيب علبة يكون ليها غطا وهزود فيها نص كوباية من الدقيق و3 معالق من النشا، وعليها معلقة من الملح، معلقة من بابريكا، معلقة من كمون، معلقة من الكزبرة الناشفة، ربع معلقة من الكركم، او ممكن استخدم كيس. هنميكس بقى كله مع بعضه بالطريقة اللي انتم شايفينها دي اسهل بكتير على فكرة. وبعدين هجيب ربع كمية البصل الموجودة عندي واحطها على الدقيق اللي انا بهرته ده، وبعدين هقلبهم كويس جدا كده علشان على قد ما اقدر احاول اغلف البصلاية بالدقيق. هجيب بقى اي وok عندي وهنزل فيها بكمية زيت محترم. ما تقلقوش الزيت ده كله احنا هنرجع نستخدمه تاني. هعرف منين ان الزيت ده سخن ووصل لدرجة الحرارة اللي انا عايزاها؟ اول ما احط رشة دي فوق كده، رشة فور معايا وتختفي كده الزيت معايا بقى تمام وجاهز ان انا استخدمه. هنزل فيه البصل، هنزل بكمية صغيرة علشان الطاسة ما تبردش ويطرى معايا، هنزل بس بكمية صغيرة وبعدين هطلعه باللون الذهبي ده. لو طلعته اغمق من كده هيبقى بني معايا لانه بعد ما بيطلع من الزيت لونه بيزيد. وهكرر خطوة العلبة دي معايا لحد ما اخلص كل الكمية اللي عندي. كده اضمنلك انك هتحصلي على شوية بصل مقرمشين للكشري لا مثيل له. واخر شوية طبعا هنعديهم على مصفى سلك. نيجي بقى لتاني حاجة وهي العدس البني بتاع الكشري. ده ربع كيلو من العدس البني متنقي كويس جدا جدا من اي تراب موجود فيه. هجيب طبق عميق يكون بيستحمل درجات الحرارة وهنزل فيه بربع كيلو العدس البني اللي معاه، وهسيبه لحد ما يتنقع نص ساعة في المية المغلية دي، وبعدين هصفيه وهرجع اسلقه عادي زي ما بسلق اي عدس. انا عارفه ان احنا كلنا نعرف نعمل رز بشعريه حلو جدا وتسلم ايدينا، بس الرز بتاع الكشري بيبقى ليه كام تريكايه كده. اول حاجه ضروري جدا ان انا هحط زيت من قلي البصل وهنزل بكميه شعريه وفيره. زيت قلي البصل ده بيودي الرز في حته تانية يا جماعه بجد. حمر الشعريه كويس جدا وبعدين هنزل هخليها صفرة، مش هحاول اخليها تاخد لون اكتر من كده، وانزل بالرز وافضل اقلب في الرز لحد ما اسمع صوت تش. لازم نسمع الصوت ده يا جماعة لان الصوت ده هيساعد معايا ان الكشري او الرز بتاع الكشري ما يعجنش، حتى لو المية كده غصب عني مني زيادة شوية، لان الرز بتاع الكشري لازم ما يكونش معجن، لازم يبقى منفصل كده وكل رزاية مخصمة صاحبتها في الطبق وبس. وهنعمله معاملة الرز العادي. نيجي بقى يا جماعة لدقة الكشري، اساس الكشري والعيش يعني. هنعمل بقى شوية دقة في مكان لوحدهم. جهزي معايا كده راس من التوم كده تكون متقشرة، حطيها في الهون وعليها معلقة كمون ومعلقة كزبرة ومعلقة ملح، وهننزل بقرنين فلفل رومي وقرن فلفل سبايسي، هندقهم مع بعض ونركنهم على جنب. هنعمل بقى
أطعم صلصة كشري هتاكلوها في حياتكم. هنجيب شوية زيت من قلي البصل في حلة، وهننزل بمعلقة من التوم والفلفل اللي احنا عملناه عشان دقات الكشري، وهحطهم في الزيت. اول ما ريحتهم تطلع هنزل على طول بدورق كامل من الطماطم، عليه كوبايتين من المية، وضروري جدا احط مية، وعليه معلقة من الملح، معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة، ربع معلقة من الفلفل الأسمر، معلقة من البابريكا، ربع معلقة من القرفة، ونص معلقة من السبع بهارات. ومهم جدا إضافة كيس من الصلصة اللي احنا عايزينها يبقى لونها أحمر قوي، أحمر بزيادة يعني. وهنسيبهم لحد ما يتسبكوا معانا ويوصلوا للقوام اللي انتم شايفينه ده، اللي احنا نرفع كده المعلقة ينزل خط متواصل كده. شايفين اللون الجامد ده؟ هنعمل بقى الدقة. انا من عشاق الناس اللي بيحبوا طبق الكشري متغرق كده في الدقة. هجيب برضو زيت من قلي البصل، وده مهم جدا يا جماعة. ممكن تزودي زيت عادي، بس لازم تحطي زيت من قلي البصل. وهنزل بقى بكمية التوم والفلفل اللي كانوا معايا. ما تعملهاش في الكبة، دقيها في الهون، لان طعم الهون بيختلف جدا. وهنزل بقى قصاد كل كوباية من الخل كوباية من المية، حسب كمية الدقة اللي انت عايزة تعمليها. انا عملت كوباية ونص مية، عليهم كوباية ونص خل. وهبدأ بقى ان انا اظبط الملح بتاعي. انا كده كده مبهراها في التوم وبس. الكشري خلص. يعني انا الكشري ده اخد مني ساعتين بس في المطبخ. تصعبوش الدنيا على نفسكم يا جماعة، كل حاجة سهلة وبسيطة، بعدين التعب كله بيروح. تعب ساعتين بحال ومقف في المطبخ راح، قابل ان انا كافئت نفسي باحسن واعظم اكلة انا بموت فيها، ويستحسن اطباق سلسين كده جوه اجواء المطعم. اتمنى الوصفه دي عجبكم، اتمنى تجربوها وتمشوا على الخطوات والكام تركيه اللي أنا قلت لكم عليها دي، انتوا هتنبهروا بالنتيجه. وصفتي المعتمده من زمان جدا في الكشري المصري، يعني انا كل اللي يدوقوا من ايدي يقولوا لي انت لو تعملي محل هتبقي اشهر من ابو طارق ذات نفسه.